كتير ناس بيفكروا الحياة بأوروبا حلم، حياة مريحة، ترتيب، نظام، رياحة. وأنا بالحقيقة كنت مفكرة هيك كمان قبل ما إيجي على أوروبا، تحديدا على النرويج، وأعيش فيها سنين طويلة. بس بعد سنين بأوروبا اكتشفت أشياء ما حدا خبرنا عنها، واليوم مشان هيك حأحكي بصراحة عن الجانب اللي ما بينحكى عنه. إذا كنت مفكر تيجي تعيش بأوروبا، هذا الفيديو إلك. بتعرفوا شو أصعب شي بالغربة؟ لا الشغل ولا الطقس ولا اللغة. نعم، أصعب شي بالغربة هي الوحدة. مزبوط. ومشان هيك بيقولوا الغربة كربة، يعني جاية من الكرب، من الحزن. ببلادنا العربية دايما بتحس انه في ناس حواليك، وين ما كان، وين ما رحت، وين ما جيت، في حدا بتعرفه، في يا قرايبين يا معارف يا أصدقاء. بعكس هون تماما، هون الواحد كتير أوقات بيحس حاله لوحده، يعني كل واحد ملتهي بحياته، ما عنده وقت للتاني. في نظام هون، خلص الواحد بيروح بيشتغل، بيجي على بيته، بيقضي وقت بعد الظهر ببيته، او بيطلع يمكن مشوار. بس يعني اختلاف كلي عن بلادنا العربية. بالبلاد العربية انه كل ما تشوف حدا بتسلم عليه، بيسلم عليك. ممكن واحد ما بتعرفه توقف تسلم عليه، تصيروا أصدقاء. هون أكيد لا، الوضع منه هيك أبدا. يعني حتى لما بتشوف جارك هون مثلا وبتسلم عليه، ما في هيدي نفس الحرارة مثل عنا ببلادنا. يعني انه الواحد الحرارة بمعنى انه التعامل، هن لطيفين كتير، لطيفين كتير بس باردين. فهيدي شغلة الوحدة صعبة كتير. وليش صعبة؟ يعني صعبة لأنه هون يعني أكتر شي الواحد بحس فيها إنه مثلا ما في إنه أنا رايح زور أختي، رايح زور أخي، رايح شوف أمي مثلا، عند بنت خالي، عند ابن خالتي، خالتي. يعني بتعرفوا بالغربة يعني أكتر الأحيان بيكون الواحد لوحده، ما في حدا من عائلته أبدا، ما في ولا أي حدا من عائلته. مشان هيك كتير أحيان بحس الواحد إنه أوكي، صحيح إنه في الرياحة مثلا هون يمكن، بس الحياة بشكل عام مملة. اكتر شيء الواحد بيحس فيه كمان انه هون المولات والسناتر بيسكروا يعني نوعا ما بكير. في ببعض البلاد العربية بيضل انه عالم بالشارع، يمكن رايحين وجايين، السوبر ماركت فاتحة وهيك لوقت كبير، لوقت متأخر من الليل. هون بيسكروا مثلا الساعة 8 بالأيام العادية، نهار السبت بيسكروا الساعة 6. بيضل كم سوبر ماركت فاتح، بس انه كمول يعني مبعوث العالم كلها بتكون ببيوتها. نهار الأحد مسكرين، ما في شي فاتح أبدا إلا بعض المطاعم والقهاوي. فحياة يعني هي، أنا بربط الوحدة مع الهدوء هون، من كتر الهدوء هون بأوروبا بحس الواحد بالوحدة أكتر. فأنا مثلا أول ما طلعت لهون أول سنة قضيتها بكي، عن جد عن جد حرفيا قضيتها بكي أول سنة، لأن أنا ما شاء الله عائلتي كبيرة ومتعودة إنه يعني متعودة على العائلة الكبيرة. طلعت لهون لقيت حالي لوحدي، كتير أشياء اختلفت علي وكتير حسيت بالوحدة. فمشان هيك الغربة صعبة. هلا النقطة التانية اللي بدي أحكي عنها هي الشغل. الشغل منه سهل أبدا مثل ما العالم مفكرين هون. هلا في ناس بيفكروا انه بدي يروح سافر على اوروبا، اشتغل سنتين وطلع مصاري، ويعني جمع مصاري وبعدين ارجع على بلدي. بس الحقيقة ما بتشبه هاي الفكرة ابدا ابدا. لان هون باوروبا يعني في ضرائب كتير. الواحد حتى لو عم يشتغل شغل منيح، إن الواحد يدفع اجار بيت، فاتورة الكهرباء، ياكل ويشرب، وقبل كل هذا الشيء يدفع الضرائب اللي مطلوبة منه. وهي اصلا الضرائب يعني بتنخصم مباشرة، مش انه الواحد بينتظر لحتى هو يدفعها. فبيطلع الواحد بيلاقي حاله انه قد بقد، يعني مثل ما نحن بنقول انه على القد، ما في شيء يعني مثلا مبلغ للتوفير ابدا. ولما الواحد بده يروح يشتغل اكسترا، مثلا يشتغل اوفر تايم ولا يشتغل دوام اطول،
ما بتعود بتوفي معه، لانه كل شيء بتشتغلوا اكثر من 8 ساعات، 7 ساعات ونص، 8 ساعات، بيصير بياخدوا عليه ضريبة 50%. هي اصلا الضريبة غالية كتير يعني، فبصيروا بياخدوا 50%. لما انت بدك تفكر فيها انه انا بدي اروح اشتغل وفوق تعبي ارجع اتعب وضيع وقتي، ويجوا ياخدوا الدولة تاخد نص تعبي 50%، ما حتحب يعني انك تشتغل، بتقول لا خلص بلا ما اتعب على الفاضي ويجوا ياخدوا نص تعبي. فاللي بدي اقوله انه الحياة باوروبا غالية كتير. صحيح الواحد بياخد اجار، يمكن بياخد راتب اكبر من الرواتب يمكن اللي بتندفع ببلادنا بشكل عام، بس ما بالمقابل كمان هون انه كل شيء اغلى. الحياة المعيشة اغلى بكتير من البلاد العربية. فالواحد بيحس حاله يعني عم يشتغل لحتى يعيش حياة عادية، مش حياة رفاهية. هلا النقطة الثالثة اللي بدي احكي عنها هي نقطة الطقس وتأثيره على النفسية. يعني أنا بضحك كل مرة بدي أحكي عن هذا الموضوع، بضحك لأنه على قد ما بحسه صعب. هذا السبب لوحده بيخليني يعني إذا رجع فيني زمن 27 سنة لورا ما أختار أني أطلع أعيش بأوروبا، ولا تحديدا يعني بالنرويج. لأنه عن جد كتير بيأثر على النفسية، قلة الشمس وقلة الضوء وقلة شو بدي أقولكن قصر النهار، وهيك بيأثر كتير بشكل سلبي على النفسية. يعني لدرجة اني بقدر اقول انه قلة الشمس بتدمر النفسية، ويلي ما جرب هذا الشيء صعب يفهمه. الاشخاص يلي عايشين بالبلاد العربية وكل يوم بيشوفوا الشمس وحتى بالشتوية بيشوفوا الشمس صعب يفهم شو قصدي. اذا بقولكن انه بالشتوية بتعتم الدنيا الساعة 3، بتصدقوا الساعة 3 العصر بتعتم الدنيا. هي ومنه عصر، لانه عم بتعتم الدنيا معناتها المغرب، بس نحن متعودين انه الساعة 3 بيكون العصر، هذا الشيء المتعارف عليه. فهون كل المفاهيم يعني بتنقلب، كل المفاهيم بتتغير. حدا بعمركم سمعتوا انه الساعة 3 بيكون المغرب؟ وعلى فكرة بالشتوية نحن بنروح على الشغل بتكون معتمة الدنيا، لانه بيبلش يطلع الضوء اذا كان مقرر انه يطلع. لانه اوقات ما بيطلع، اوقات ما في ضوء، كله بيكون غيوم كتير يعني. بس لما بده يطلع الضوء مثلا الساعة 9 و10 بنكون نحن اصلا بالشغل، ولما بدنا نرجع على البيت الساعة 4 بيكون كمان عتم، بنروح على الشغل عتم ونحن راجعين من الشغل بيكون عتم. تخيلوا انه تعيشوا هيدي العيشة. بس انا برجع وبقول دايما يعني انه هو هيك الوضع بالشتوية، بس مش انه كل السنة، مشان لازم بحب اني يكون دقيقة. ولانه هالموضوع بيأثر كتير سلبا على النفسية، بتحس انه العالم بيحكوا فيه كتير. هلا اكتر شيء الاجانب يمكن النراوجة كمان بيحكوا اوقات، بس انه النراوجة يعني كمان متعودين على هذا الطقس. مش انه قصة بس متعودين، لانه انا كمان صار لي 27 سنة هون، يعني المفروض كون تعودت. بس خلص انه هن يعني ابا عن جد خلقانين هون وعايشين هون، فاكيد ما بعتقد بينزعجوا من الطقس كتير مثل نحن اللي متعودين على البلاد الشمس. فا ايه، صعب الطقس هون صعب. اوقات بتحس يعني في ايام بتيجي عليك بتحس انك بس بدك تضل نايم ما تقوم تعمل شيء. لما بيكون هيك الطقس ما بتحس عندك رغبة ولا نشاط انك تقوم تعمل شيء. هلا النقطة اللي بعدها هي انه هون ما في حدا بيساعدك، كل شيء بدك تعمله بايدك. مثل ما بيقولوا اخدم نفسك بنفسك. آه، كل شيء يعني اقل مثل انه انا بعطيه وبستغرب له شوي، انه حتى لما الواحد بده يوقف يعبي بنزين ما في هذا الشخص يعني اللي بيجي بيعبي لك بنزين وانت قاعد مرتاح بسيارتك. بدك انت تنزل تفتح باب السيارة وتنزل تعبي بنزين وترجع تطلع حتى قد ما كانت درجة البرودة برا. ما في عندك حل تصليح ترتيب معاملات. ما فيك انه والله تعطيه هالمبلغ لهالشخص روح خلص لي هالمعاملة ولا شيء. كل شيء الواحد بده يعمله بايده. ولانه البلد غالية هون كل شيء فيها غالي، يعني حتى مثلا افترض كان واحد ولا وحدة، يعني حتى النسوان هون اوقات في كتير منهم متعلمين انه هن مثلا اذا فقد دولاب السيارة ولا هيك هن يغيروه
لانه اذا بدك تاخذ السياره لعند شخص او للمكان يعني اللي بيغيروا فيه دواليب السياره بكلف كتير، فاكثريه العالم هون بيعرفوا انه هن يبدلوا دولاب السياره. هيدي من ضمن الاشياء اللي معمول انه الواحد كل شيء بده يعمله بايده. والشغله الاخيره اللي بدي احكي عنها اليوم هي شغله الاشتياق. لما بتكون بالغربه الاشتياق ما بيكون بس للاهل، للام وللاخ وللاخت ولا للقرايبين، يعني الاشتياق بيكون لكل شيء. يعني خاصة في لحظات بسيطة بتمرق فيها فجأة بتحس حالك اشتقت لكل شيء. مثلا مثل ريحة أكلة بسيطة أنت بتحبها، غنية سمعتها متعود أنك تسمعها ببلدك، ريحة معينة شميتها، كل شيء الواحد أبسط الأشياء الواحد بيشتاق لها. انا في شغله دايما بفكر فيها، هو انه كتير كتير بشتاق لانه يكون مثلا عندي جاره. هون حتى لو الواحد عنده جار اجنبي اكيد اكيد منه مثل الجار العربي، انه والله جارتي تقول لي مثلا تعي اشربي فنجان قهوه، ولا تيجي جارتي تشرب عندي فنجان قهوه ولا هيك. يعني هيدي الشغله ما في منها هون، وانا هيدي الشغله كتير كتير بفتقد لها. يعني هيدي أبسط الأشياء اللي ممكن الواحد يفكر فيها للصراحة. لدرجة إنه أحيان بتفكر إنه هل هالعيشة هون يعني وكل هالتعب بيستاهل إني أنا أكون بعيد عن أهلي وبعيد عن بلدي. وبالأخير مشان أكون صريحة معكم وعادلة، أكيد في أشياء كتير، أكيد في أشياء كتير منيحة هون وإيجابية، مثل الأمان، النظام، الهدوء، الطبيعة بالصيف. الاستقرار. يعني الحياة هون ما فيني أقول إنها سيئة أبدا، بس فيها الجوانب الإيجابية وفي الجوانب السلبية أكيد مثل أي بلد. وإذا مفكر أنك تطلع على أوروبا، سافر على أوروبا، بس سافر على أوروبا وأنت عارف كل هيدي الأشياء، يعني وأنت عندك صورة واضحة عن الوضع كيف بأوروبا، بدل ما أنك تسافر على أوروبا وأنت منك عارف هيدي الأشياء. بالأخير بدي أقولكن أنه الغربة مش بس سفر وصور حلوة، الغربة تجربة بتعلمكن عن حالكن كتير أشياء. إذا حبيتوا هالنوع من الفيديوهات لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتكتبوا لي عن شو حابين احكي بالفيديو الجاي. بحبكم كتير وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي.